السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة بقى حبايبي نعرض مع بعض فيلا للبيع. بصوا قمة في الشياكة والأناقة، حاجة كده يعني بصوا تجيب راحة نفسية. المكان كينج ماريوت، قريبة جدا جدا من الخدمات، ومكان مميز إن شاء الله. المعاينة متاحة مجانا باتصال مسبق. زي ما انتم شايفين الفيلا مساحتها كبيرة، 420 متر. المبنى بالجنينة، المبنى والجنينة 420 متر. المبنى لوحده حوالي 130 140 متر للدور. على يمنا أول ما بندخل بنلاقي البسين بتاع الفيلا اوفر فلو بشلال، حاجة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وطبعا الزرع والنجيلة والحاجات دي كلها حاليا لسه بتكمل، وفي حاجات برضو تاتشات جوه في الفيلا برضو لسه ما خلصتش، بس حبيت ان انا اصورها واعرضها عليكم ونشوفها كده مع بعض، وهقول لكم طبعا على السعر. بس استمروا معايا لنهاية الفيديو وحطوا لايك واشتركوا في القناة. اول ما بندخل من باب الفيلا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الريسبشن مفتوح. العمود اللي في النص ده اوريهولكم الجنب التاني معمول فيه كده ديكور كويس، والبانوهات وكل حاجة متظبطة تاتشات نهائية. بس أباليك هتركب في البانوهات دي كده إضاءة، وتبقى الفيلا كده إن شاء الله خلاص، يعني فاضل لها حاجات بسيطة جدا. الجزء بقى بتاع الليفينج ده أو بتاع القعدة أو الصالون بيفتح كده على البسين. بصوا قاعدة لوحدها كفاية، يعني انت مثلا قاعدة كده جوه الليفينج بتتفرجوا على التلفزيون والولاد في البسين، او لو عندك ضيوف، او لو عندكم بقى احتفال او اي حاجة، فبيبقى في تواصل كده ما بين الجنينة وبين البيت من جوه. بصوا بقى الجمال، بصراحة مفيش كلام بعد كده. على فكرة عايزة اقول لكم ان في فيلل كتير جدا معايا، وان شاء الله لو حبيتوا الفيديو هنزل لكم فيلل كتير وبالاسعار. اي فيلا هنزلها لكم لازم هقول لكم على السعر بتاعها. سيبنا بقى الليفينج وسيبنا الجزء بقى اللي بره ودخلنا على المطبخ. المطبخ بيبقى ليه باب مفتوح على ورا، على طرقة كده بتدخل نهايتها على البسين والجنينة. تقدري هنا بقى تحطي مثلا اي حاجة، ممكن تحطي فرن، ممكن تحطي اي بقى حاجة انتي مش حابة ان هي تكون معاكي في المطبخ هتحطيها بره. والمطبخ كده مفتوح امريكان، فتحسي كده ان في بعد كده ومساحات في الفيلا جميلة جدا. هنيجي بقى ندخل في غرفة تحت وحمام طبعا بيخدم الدور اللي تحت. ده شكل كده الريسبشن من بعيد. طبعا وريتكم العمود ده من بره محطوط فيه كده تجليد كده رخام علشان يتعلق فيه الشاشة مثلا. دي الأوضة اللي تحت، أوضة برضو حلوة مساحتها جميلة. تقدري تعملوها مثلا أوضة نوم مثلا للضيوف، أوضة مكتب، ليفينج لو انتم مش حابين الليفينج يكون بره. والأوضة دي بتفتح على الجنينة برضو، وطبعا على البسين. بصوا كده، ده كده الوميتال اهو. لسه برضو لو خدتوا بالكم اللي هي المقابض والحاجات دي لسه ما ركبتش. ادي الجنينة والبسين، حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا بقى هنطلع من الأوضة اللي هي دي، هندخل هنلاقي حمام في الدور الأرضي اهو. طبعا الصحي او القعدة والحوض البانيو الحاجات دي كلها، والدرابزين بتاع السلم بيبقى عند الاستلام، ما بيتركبش خالص غير بعد العمال ما تخلص، وبيكون في اتفاق في الفيلا فبيتركب الحاجات النهائية دي. وبرده هنا في شباك لسه بيركب، ده هيركب يعني النهاردة او بكرة. وزي ما انتم شايفين السلم معمول كده بالرخام الاسود. ونطلع على الدور اللي فوق. الدور اللي فوق بقى عبارة عن 3 اوض ومعاهم تراس كبير، وكل اوضة بحمام، يعني الاوض ال3 اللي فوق كلهم ماستر. وهنا كده ممكن ده يبقى ليفينج، يبقى حلو قوي. بصوا دي التراس اللي انا بقول لكم عليه، بصوا مساحته قد ايه. وطبعا بيبص ايه على البسين والجنينة تحت. الفيلا دي يا جماعة 400 متر او 420 متر، ومتفرع من شارع الوسام. وهقول لكم السعر برضو والتفاصيل كلها، لان السعر فيه تسهيلات. السعر هنا المطلوب 5,500,000 بتسهيلات. يعني ايه التسهيلات دي؟ يعني نقدر نخلي الدفع 50% من تمن الفيلا
مقدم، وبعد كده الباقي على 6 شهور. ممكن يعني لو كده نتفاوض مع المالك نخلي ال6 شهور دول نمدهم لسنة، بس كده يعني في تسهيلات في السداد. شفتوا التراس بتاع الفيلا جميل ازاي؟ حلو جدا. نيجي بقى نطلع من التراس ندخل على الأوضة اللي هي اللي جنبه على طول. بصوا هنا بقى السيراميك مختلف، معمول اللي هو كأنه باركيه ده، وطبعا السبوتات بتاعة النور كلها برضو لسه مركبتش. وادي الحمام الأول بتاع الأوضة الماستر الأولى، وفي هنا أوضتين جنب بعض. ندخل على الغرفة التانية اهي، فيها بلكونة برضو. بصوا كل السبوتات دي لسه تحت التشطيب. زي ما قلت لكم في عمال بره في الجنينة، وعمال كانوا في مطبخ الفيلا، وعمال بيشطبوا السلم، وبس قلت لهم اخلص تصوير بس الاول. شايفين ده بقى دريسنج، تدخلي من الدريسنج تلاقي حمام الغرفة التانية. يعني الأوضة دي ده ينفع كده يتقفل كده أرفف ويبقى دريسنج روم تحفة حلو، هيشيل معاكي كتير جدا. وهنا كده الأوضة دي يعني يعتبر دي أكبر من التانية. ودي البلكونة بقى بتاعة الأوضة التانية دي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، شايفة البسين برضو والجنينة، والمنطقة كلها منطقة فيلل. الشوارع اللي في المنطقة دي لسه مترصفتش، يعني لسه الأسفلت. بعد ما تخلص الفيلل هيتعمل المكان باللي هو الانترلوك أو أسفلت لسه يعني. بس زي ما انتوا شايفين معظم الفيلل اللي موجودة لسه تحت التشطيب. معايا برضو فيلل كمان لو حابين ان انا اعرضها لكم، وفي حاجات ارخص من كده وفي حاجات اغلى طبعا من كده بكتير. اللي حابب المحتوى ده يقولي، وانا ان شاء الله هنزل لكم ايه كل فترة كده كام فيلا من الفيلا اللي هي بتبقى موجودة وبكون عارفة تفاصيلها. بصوا بقى البسين بعد ما شغلنا الشلال بتاعه ده كده شكله. طبعا النجيلة دلوقتي احنا في الشتاء، فهتلاقوا كده في بعض الرملة باين لسه، لكن هي دلوقتي في مرحلة يعني ايه بتتجدد كده وبتتظبط علشان ان شاء الله ان شاء الله في الصيف تبقى تمام. بس كده اشوفكم على خير. واذا حابين اي تفاصيل عن الفيلا او عايزين ميعاد للمعاينة تواصلوا معايا على الواتساب، وان شاء الله اعرفكم التفاصيل، ولينا ان شاء الله خصم كبير جدا عشان خاطركم. ان شاء الله الفيلا مبدئيا 5500، ممكن نتفاوض شوية مع المالك، هي معروضة ب6 في اي مكان، بس مع ايمان اختكم وحبيبتكم جايبها لكم بسعر مميز جدا جدا احسن من اي حد. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.